بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. هنعمل مع بعضنا شوية رز واحدة وواحدة. ناس كتير قوي ما تعرفش حاجة عنه، تقول لك اعمل رز بشعرية ماشي، ابيض ماشي. فقلنا نعمله مع بعضنا بقى لحبايبي وولادي الصغيرين دول. ماشي. انا معايا دلوقتي كيلو رز اهو. حطيت معلقتين سمنه كبار اهم. احط الرز بتاعي ما غسلتوش، انا حطيت الرز ناشف. نعلي النار شويه. نفضل واحده واحده كده نقلب فيه لما يحمر. النهارده يبقى عامله كفته ورز، بس قلت اعمل بقى الرز معاكم. طبعا انا جبت لكم الكفته قبل كده، وفي مره ان شاء الله هجيبها لكم بحذافيرها بالظبط عند الجزار. نفضل يا جماعه نحمر فيه كده يا حبايبي اهو لغايه ما يديني اللون الذهبي الحلو ده. انا ممكن اغسله برده وينشف معايا في السمن وكل حاجه، بس بياخد وقت طويل قوي قوي في التحمير، بقف لما بمل، وانا بصراحه رجليا وجعاني. بس هي كده طريقته صح الصح برده اهو. لازم يديني اللون الذهبي الحلو ده. النص التاني بقى هو اللي هنغسله. يعني انت حمرتيه كده ماشي، ما حمرتهوش كده وغسلتيه برده ماشي، مفيش اي مشاكل. بصي يا حبايبي، يديكوا الاول اللون المبيض ده، يبتدي بعد كده يديك اللون الايه الاصفر الذهبي الفاتح. حمريه بقى لون الشعريه كده، بس بيبقى ليه طعم سبحان الله غير اللي بالشعريه، غير طعم الابيض برضه. الرز الابيض انواع الرز على فكره بسم الله ما شاء الله كتير. رز ابيض، رز بشعريه، رز واحده وواحده، ده حبايه وحبايه، ده في رز بقوطه، في رز بخلطه، في انواع رز كتير جدا. ربنا يرحمنا برحمته والله. مين يقول ان الرز بقى بحاجه و30؟ بقت الدنيا صعبه على الناس. ربنا يرحمنا يا رب برحمته يا رب. الله امين، اللهم امين يا رب العالمين. يصلح حالنا وحال امتنا، اللهم امين يا رب. بصوا يا حبايبي كده اداني اللون الذهبي ازاي. لازم ايدي فيه تقليب كده على طول، ما يطلعش بقى ايه حبايه غامقه قوي وحبايه فاتحه، يبقى شكل الرز صعب صراحه. ادي يا حبايبي كده بصوا دخل كده على تحمير حلو اهو، بس الكاميرا مش موضحاه قوي، ممكن تكون ظلماه شويه. ربنا يكفينا شر الظلم يا رب. ادينا كده حمرنا النص بتاعنا، وادي النص التاني. احط بقى معلقه كبيره من الملح اهي، اقلبه معاها. معلقه سخنت، انا بحب المعالق الخشب بقى عشان كده والسيليكون. بصراحه مهما اقلب وبكون بحمر واعمل حاجات ما بتسخنش كده ان شاء الله. بس لازم بقى اجيب لاولادي استانلس، اجيب لهم برضو
طقم توزيع ستانلس، بجيب الاتنين، واحد ستانلس وواحد سيليكون عشان السيراميك او الجرانيت. ربنا يبعت رزقهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كده احنا عملنا يعتبر كيلو رز. هحط دي الازازه دي لتر ونص، هحط لتر وربع. بس يا حبايبي كده اهو، قلنا احياءه بسم الله ما شاء الله، ظبطناه احياءه 100 100. هي المعلقه، معلقه كبيره من دي اهي للرز للكيلو. طبعا هتزودي لو هو اكتر هتزودي بقى حسب ما انت حاطه الكميه بتاعتك. لتر ونص معلقه ونص، ولا كيلو ونص يبقى معلقه ونص كده يعني. هنسيبه مع نفسه كده وربنا معاه، وان شاء الله هتاكلي شويه رز جنب الكفته. وهو تغيير، احنا بنعمل دايما جنب الكفته رز ابيض. قلنا نعمله بقى حبه وحبه علشان خاطر عندي ولادي بيحبوه. صحه وهنا يا رب للي ياكل، واحلى لايك من ايديكم لاختكم ام يوسف. ربنا يجازيكم كل خير، واللي عجبته اكله يشيرها، واحلى لايك من ايديكم اخواتي وحبايبي. بس يا حبايبي الرز بتاعنا استوى، نبص عليه بقى اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا بصوا، بحتر بالحبايه اهو. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله 100 100. وعرفنا لتر كيلو الرز بياخد لتر ميه ومعاه ربع كده، يعني مثلا ربع ازازه، يعني لتر وربع. اما البسمتي بقى ده بياخد الميه الضعف. هنغرب بقى الرز بتاعنا. بصوا اللي هو بيلمع وجميل ازاي اهو يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. صحه وهنا يا رب للي هياكل. بصوا بصوا طبق الرز جميل ازاي، وشكله جميل بيشهي ازاي، حاجه كده ما شاء الله اهو. نغرف بقى الكفته بتاعتنا، وصحه وهنا يا رب للي ياكل. تعالوا كلوا معانا، والله لو اطول انا مش بخيله. الحمد لله رب العالمين، ربنا ييسرها علينا وعلى الجميع يا رب، وعلى امه محمد، ويرحمنا من الغلاء والوباء يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اعدله بقى تاني كده، وان كنت هغرف برضو اغرف من على جنب كده اهو. بصوا الرز، بصي ايه ده، ايه الجمال ده، ايه يا ام يوسف الحلاوه دي اهو. يلا يا حبايبي هنغرف بقى الكفته برضو. ادي يا حبايبي غرفت الكفته اهو، وغرفنا الرز. وصحه وهاني اللي بياكل، واحلى لايك منكم لاختكم ام يوسف عشان الفيديو يترفع. ربنا دايما يجازيكم كل خير، وناس كتير غيركم تستفيد يا رب، يجازيكم دايما الخير يا رب. ادي الكفته عملناها اهي بسم الله ما شاء الله. هي تعتبر دلوقتي هي اكتر حاجه موفره للي معاه عيال. الله يعيننا ويعين العباد يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. نص كيلو كفته بيبقى قدامه مثلا بتاع نص كيلو رز بالحوايج، يبقى عمل لك كيلو. عايزه تحطي توسعي على نفسك شويه تحطي بطاطس معاها ماشي. يلا صحه وهنا يا رب للي ياكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.